بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأهلاوية في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد هنقدم لكم فيه النهاردة كل اللاعبين اللي على رادار الأهلي واللي الأهلي اقترب من التعاقد معهم موسم الانتقالات القادم بإذن الله. محدثكم وافي عرفة على قناتكم الأهلاوية. صلى على الرسول وندخل في الموضوع على طول. يبدو إن النادي الأهلي ومجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب هيكون فريق قوي جدا السنة اللي جاية، وده واضح من الصفقات التقيلة جدا اللي الأهلي بيتفاوض معاها. وده ليه؟ لأن الأهلي هيشارك السنة اللي جاية بإذن الله 2025 في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة 32 نادي بنظامها الجديد زي بطولة كأس العالم للمنتخبات بالظبط. وهيشارك فيها كل العتاولة: مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة، وزي ما انت عايز تقول. عشان كده النادي الأهلي ينتوي تقديم فريق قوي جدا يليق بالمشاركة في البطولة. وطبعا النادي الأهلي عطى مارسيل كولر الضوء الأخضر في اختيار أقوى اللاعبين، ولجنة التخطيط عطت له أكتر من خيار في أكتر من مركز بناء على التقرير اللي وصلها من مارسيل كولر. مارسيل كولر في التقرير اللي طلبوا منه إدارة الأهلي واللي طلب فيه بالذات الكابتن محمود الخطيب تحديد أولويات المراكز اللي محتاجة التدعيم من بدري عشان يلحق النادي الأهلي يتكلم مع اللعيبة ويتجنب الدخول في المزايدات اللي بتحصل في الأوقات الأخيرة من موسم الانتقالات. وطبعا مارسيل كولر قدم التقرير للكابتن الخطيب وطلب مارسيل كولر من إدارة الأهلي مهاجم محلي ومهاجم إفريقي ولاعب خط نص قوي يشارك بجوار إمام عاشور وكوكا ومروان عطية، وطلب كمان 2 مدافعين وطلب باك شمال. هنتكلم على كل مكان بالتفصيل، وهنبدأ طبعا بالحاجة اللي تهم جماهير النادي الأهلي وهي هجوم النادي الأهلي. مارسيل كولر طلب من محمود الخطيب 2 مهاجمين، واحد أفريقي وواحد محلي، أو واحد أجنبي وواحد محلي. طبعا ده بعد ما استقر الجميع على إن موديست ما قدمش المستوى اللي مطلوب منه مقارنة مع الراتب الكبير اللي بيتقاضاه كل شهر. فكده موديست في آخر السنة تقريبا باي باي. أول مهاجم على رادار النادي الأهلي هو الكارثة المغربية الجديدة أو النفاسة كما يطلق عليه جماهير المغرب الفاسي، محسن بوريقة. محسن بوريقة ده هداف من هدافين الدوري المغربي، لاعب بيعرف يجيب جول من أي حتة في الملعب، عنده 24 سنة، أحرز لغاية دلوقتي 9 أهداف مع المغرب الفاسي وصنع 3 أهداف. هو لعيب بيمتاز بالسرعة الفائقة، يعني بيعتبر من أسرع اللاعبين في أفريقيا. بيمتاز اللاعب ده إن هو بيلعب رقم 9 مهاجم صندوق، بيلعب جناح شمال وجناح يمين، يعني هيبقى في مرونة تكتيكية مع مارسيل كولر يقدر يلعب بيه في أي حتة في الثلاثة المهاجمين اللي قدام. محسن بوريكا بيتمنى اللعب في النادي الأهلي، عنده أكتر من عرض، لكن هو بيفضل اللعب للنادي الأهلي لأنه عايز يلعب في كأس العالم للأندية وعارف إن هي دي البوابة الحقيقية للاحتراف في أوروبا. وأنا شايف إن محسن بوريقة هداف كبير جدا جدا وهيفرق مع النادي الأهلي لو الإدارة بتاعت النادي الأهلي قدرت تخلص بمحسن بوريقة. تاني مهاجم على رادار النادي الأهلي هو هولاكو محمد كانوتيه. محمد كانوتيه الدولي البوركيني، لعب 18 مباراة مع المنتخب البوركيني. محمد كانوتيه 191 سنتي. محمد كانوتيه بيلعب في نادي أخمات جروزني الروسي، هو الهداف التاريخي الثاني الهدافين التاريخيين للدوري، أحرز 24 هدف مع النادي في موسم واحد. اعتقد ان هو برضو من الصفقات القويه جدا، لعيب لديه يعني طول فارع، لديه قامه قويه جدا، يقدر يبقى محطه، يقدر يتعامل مع الكرات العرضيه وبيعرف يجيد العاب الهواء. انا شايف ان برضو محمد كانوتيه من الصفقات القويه جدا، سواء كان محمد كانوتيه او سواء كان محسن بوريقه، هما الاثنين صفقتين قويتين جدا لو الاهلي قدر يخلص في واحده منهم. بعد كده نتكلم على المهاجم المحلي. المهاجم المحلي الاهلي بيفاضل ما بين، حاطط قدام كولر 2 مهاجمين محليين هما مصطفى زيكو لاعب زد وهداف من هدافين الدوري الحالي، وخصوصا ان كمان الاهلي سبق وانه اتفاوض مع اللاعب في فتره الانتقالات اللي قبل السابقه لما كان بيلعب في حرس الحدود، وكان الاهلي كان خلاص هيخلص معاه، لولا في اللحظات الاخيره زد قدر يخلص معاه. لكن دلوقتي بناء على العلاقات القويه ما بين مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره زد، اعتقد ان اللاعب ده ممكن يكون موجود في النادي الاهلي، ولاعب قوي جدا جدا، اظهر مهارات كبيره جدا في الدوري المصري، وده اللي خلاه من الهدافين. تاني لاعب معانا هو برضو محلي وعلى رادار النادي الاهلي هو اللاعب اسامه فيصل.
لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب نادي سيراميكا كليوباترا الحالي، وده يعتبر مستقبل مصر في الهجوم. وفي لعيبه كتير جدا من الزمالك ويعني قدامى لاعبين الزمالك وناس كتير جدا من الصحفيين اللي بينتموا لنادي الزمالك كانوا زعلانين جدا على ان نادي الزمالك فرط في اللاعب، وان هو كان هيبقى مستقبل الزمالك، وان الاهلي مش هيسيبه. وفعلا اداره الاهلي بدات تتحرك كده ناحيه اللاعب، وممكن نشوف اللاعب دوت في النادي الاهلي الموسم القادم باذن الله، لانه يعتبر زي ما قلنا مستقبل للكره المصريه والهجوم المصري. هو لاعب منتخبات، من يعني متدرج في المنتخبات من الناشئين الاولمبي، واعتقد ان هو برضه هيكون صفقه جيده للنادي الاهلي. بالنسبة لنص الملعب، مارسيل كولر طلب إضافة لاعب واحد إلى نص الملعب، لأن عنده ثلاثة في المركز دوت يا جماعة جامدين جدا. عنده كوكا، عنده مروان عطية، عنده إمام عاشور. فهو عايز لاعب يكون على المستوى، يعني عايز لاعب قوي جدا جدا، صفقة تقيلة جدا في المكان ده. وعشان كده الأهلي بيتفاوض مع محمد علي بن رمضان، لاعب فريق جروزني الروسي اللي بينتهي عقده نهاية الموسم الحالي. طبعا اللاعب محمد علي بن رمضان القيمة التسويقية بتاعته 2.5 مليون يورو. كان في الترجي، لعب 32 مباراة دولية، خبرات جامدة جدا جدا جدا. اللاعب ده يا جماعة يعتبر فاكهة نص الملعب في تونس، واعتقد ان اللاعب دوت هيبقى رمانة الميزان. اللاعب ده لو لعب جنب مروان عطية وجنب امام عاشور وجنب كوكا هيبقى نص ملعب الاهلي عالمي. وعلى رأي الكابتن مدحت شلبي هيبقى يا نهار ابيض، وعلى رأي الكابتن احمد شوبير هيبقى نص ملعب ولا اروع. ان شاء الله الاهلي يقدر يخلص في صفقه من الصفقات الثلاثه الجامدين دول، او الصفقات الاربعه الجامدين دول. ولسه كمان هنتكلم على الدفاع باذن الله وامر الله. الدفاع فيه صفقات كمان قويه جدا جدا جدا. ندخل على الدفاع. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي طلب 2 مدافعين، وده طبعا لان المركز ده بيحصل فيه اصابات كتير، خصوصا لاصابات ياسر ابراهيم ورامي ربيعه المتكرره. وخصوصا كمان ان محمود متولي خرج كمان من حسابات مارسيل كولر، وهيطلع من قائمه الاهلي الموسم الجديد. والنادي الاهلي طبعا بيستهدف مدافعين من الطراز الفريد، وده اللي بيخليه يدور في اللاعبين الدوليين، وده اللي خلى انيس بوجلباني رشح له الدولي التونسي علاء غرام. علاء غرام ده يا جماعه صخره تونس القادمه. علاء غرام ده عنده 22 سنه، طوله بسم الله ما شاء الله 190 سنتي. برغم ان هو 22 سنه الا انه لعب 90 مباراه مع فريق الصفاقسي، ويعتبر من الاعمده الاساسيه للصفاقسي. هو لعب الموسم دوت 12 مباراة وأحرز 3 أهداف، يعني كمان هداف. عنده خبرة كبيرة جدا، زي ما قلنا بالرغم من صغر سنه. هيعمل مرونة تكتيكية لمارسيل كولر، لأنه بيلعب مساك، بيلعب في نفس الوقت كمان باك شمال، يعني يقدر كمان يعوض رحيل علي معلول اللي احتمال كبير إنه يرحل عن الأهلي الموسم القادم، لأنه عاوز يعلي القيمة بتاعت العقد بتاعه. والنادي الاهلي مش عايز يعلي القيمه وعايز يثبت القيمه، لان الدولار كده كده ارتفع، فالعقد بالنسبه للاهلي ارتفع. وفي عرض مقدم من نادي التعاون السعودي للاعب، واللاعب احتمالات ان بقائه في النادي الاهلي اصبحت يعني قليله جدا. لكن الايام اللي جايه هيبان اذا كان هيجدد ولا لا. لكن كده كده النادي الاهلي بيجهز نفسه، فعشان كده بيجيب لعيبه تنفع تلعب في اكتر من مركز. لكن علاء غرام ده زي ما قلنا صخرة جامدة جدا جدا، حاجة بسم الله ما شاء الله يا جماعة. طول وعرض ألعاب هوا طبعا. التوانسة وشمال أفريقيا بيمتازوا بألعاب الهوا، حاجة جامدة جدا سواء في الدفاع أو في الهجوم. اللاعب يعني من 12 مباراة جايب 3 أهداف، نسبة عالية جدا جدا جدا. وتعالى شوفوا بقى في الدفاع وفي التغطية العكسية وفي السرعات، حاجة قوية جدا 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 جدا. أنا أتمنى إن علاء غرام يكون موجود في صفوف النادي الأهلي. والصفقة التانية اللي في الدفاع، هو لاعب برضو كبير جدا تقيل جدا. الاهلي خلاص قلنا بيتكلم على لعيبه دوليه، ما بيتكلمش على لعيبه اي كلام. هو عايز لعيبه دوليه تتناسب مع البطولات اللي جايه السنه اللي جايه 2025. فباذن الله الاهلي مش هيفكر ولا هينفذ غير مع لعيبه دوليه. وزي ما قلنا كده الاهلي بيستهدف المدافعين بتوع شمال افريقيا بالذات، لان احنا عندنا مشكله دايما بتبقى موجوده عندنا في الكرات العرضيه سواء الثابته او المتحركه. المشكله بقى لها فتره طويله جدا ومحدش قدر يعالجها. فلجنه التخطيط ولجنه التعاقدات شايفين ان هم يتعاقدوا مع مدافع من شمال افريقيا، يعني جزائر تونس مغرب. الناس دي بتمتاز جدا بالعاب الهواء سواء في الهجوم او في الدفاع، زي ما شفنا كده. ناس كتير جدا جدا من المدافعين بتوع تونس وبتوع المغرب بيطلعوا في الكور الثابته، في سواء الركنيات او الضربات الثابته، وبيحرزوا اهداف من الكرات الثابته.
فدي ميزه متوفره في لعيبه شمال افريقيا، عشان كده الاهلي رايح الناحيه دي. تاني لعيب معانا هو زين الدين بالعيد. زين الدين بالعيد بيلعب في نادي اتحاد العاصمه، عنده 25 سنه. لعب السنه دي 25 مباراه واحرز 5 اهداف. يعني زي ما قلنا برضو هو اي مدافع في الجزائر او في المغرب او في تونس هتلاقيه مسجل اهداف 5 4 3، دايما بيشاركوا في الكور العاليه. هو دولي جزائري طبعا. وقلنا خلاص الاهلي بيستهدف لعيبه دوليين فقط، اللعيبه من الطراز الفريد، عينه رايحه ناحيه شمال افريقيا عشان الكور العاليه، عشان دي مشكلتنا. فاعتقد ان النادي الاهلي بيفكر صح، وان التفكير دوت ممتاز جدا جدا جدا. واتنين لعيبه قويين جدا جدا، اي واحد فيهم هيكون اضافه كبيره جدا 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 للنادي الاهلي، سواء علاء غرام او سواء زين الدين بالعيد. الاثنين على مستوى عالي جدا جدا جدا. بالنسبة للباك الشمال، الأهلي بيستهدف نجم من نجوم المنتخب المغربي، هو يحيى عطية الله. هو محترف في الدوري الروسي في نادي سوتشي الروسي، لعب لغاية دلوقتي مع 5 مباريات وأحرز هدف واحد. الأهلي بيستهدف يحيى عطية الله لأن في بند في عقده بيقول إن هو يحق ليه الرحيل عن الفريق الروسي لو هبط الفريق الروسي للدرجة الثانية. وده الاحتمال كبير يحصل، لأن فريقه الروسي يقبع في آخر الدوري لغاية دلوقتي، واحتمالات هبوطه كبيرة جدا جدا جدا. يحيى عطية الله هو نجم المنتخب المغربي. طبعا مش محتاج كلام عليه، هو أكثر من يجيد الكرات العرضية، يعرف يعمل تغطية عكسية، يعرف يطلع بالكورة، حاجة كده يعني شياكة وأناقة. لاعب من الطراز الفريد، وإضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي لو إدارة النادي الأهلي قدرت تحصل على توقيع اللاعب. يفضل خبر كده انا سايبه في الاخر، لان هي في انباء كتير واخبار متداوله عن ان تريزيجيه هيعود للاهلي الموسم القادم لمده سنه على سبيل الاعاره للمشاركه مع الاهلي في كاس العالم للانديه. طبعا الاخبار دي موجوده بشكل كبير جدا جدا جدا، وناس كتير بتتكلم فيها. وهو احتمال، بس احتمال ضعيف جدا، لان تريزيجيه زي ما احنا عارفين اصلا الفريق التركي اشتراه بحوالي 5 مليون يورو. فعشان يديه للاهلي اعاره سنه هيبقى بمبلغ كبير جدا جدا جدا. تاني سبب ان في يعني في عروض عند تريزيجيه من اكتر من فريق. يعني عنده عرض ايطالي وعرض انجليزي وعرض الماني. فاعتقد ان تريزيجيه صعب جدا جدا يرجع النادي الاهلي الا عن طريق بس الاعاره لمده 6 شهور، اللي هي الموسم بتاع فتره كاس العالم للانديه. وده طبعا هيكون زي ما الاخبار بتقول بشروط ان هو هيبقى هيرجع، لان هو هيبقى طبعا هيبقى كابتن فريق، لان هو اقدم لاعب هيكون موجود في السكواد. ثانيا لانه عايز يعرض نفسه على انديه اكتر. اعتقد ان يعني ان عوده تريزيجيه هتكون صعبه جدا. هي في اخبار كتير بتتكلم عنه، بس انا شخصيا شايف ان هو صعب. انا حبيت بس اقول لكم الاسم لان الاسم بيتردد، لكن النسب بتاعت وجوده صعبة جدا 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 جدا. انا شايف ان مجلس إدارة النادي الاهلي بالصفقات اللي بيعملها دي بيختار كويس جدا، رايح ناحية لعيبة من العيار الثقيل فعلا. عايز يعمل سكواد تقيل جدا 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 جدا. انا شايف ان النادي الاهلي ماشي في الطريق الصحيح الموسم اللي جاي باذن الله وامر الله، مع تمنياتنا طبعا ان فريق الاهلي بالتوفيق والنجاح دايما. ولو في حد عنده استفسار في اي صفقة او اي لاعب يبعت لي على الكومنتات وانا هرد عليكم. لو اي استفسار في اي شيء عن النادي الاهلي انا موجود وتحت امركم. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة عشان يوصل له كل جديد. لسه في اخبار قوية جدا 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 جاية الايام اللي جاية، وفي اخبار كتير جدا 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 عندنا وبس. يا ريت تعمل لايك وانت ماشي على الماشي، والسلام عليكم.